هلو هلو يا حلوين، انا دلوقتي هشرح فيرب اكرير معناه يكتب في اللغة الفرنسية. دلوقتي هشرح ازاي نصرفه مع السوجي، مع الضمائر، مع البرونوم بيرسونال، مع انا جو انت تو هو هي إيل ال نحن نو انتم فو ولاد بنات الى فيك اس الا فيك اس. طيب علشان نكتبه بكل سهولة نراجع على القاعدة بتاعتنا اللي هي بتقول ايه؟ افعال المجموعة الثالثة معظمها بتنتهي بالار او. عندي شوية صغيرين بينتهوا بالاو ار وشوية بينتهي بالاي ار. طيب انا الفعل اللي معايا النهاردة بينتهي بايه؟ بالار او، فخلاص ده كده اكيد فعل من افعال المجموعة الثالثة. طيب هصرفه ازاي؟ نراجع على القاعدة بتاعتنا. احنا قلنا القاعدة بتاعتنا بتقول ان انا بكتب معظم حروف الفعل مع كل الضمائر ما عدا الار او. ما عدا الار او يعني انا هكتب اهو الحروف بتاعه الفعل كلها ما عدا الار اهو لحد حرف الاي اهو. تمام. وبعدين نراجع القاعده بتاعتنا. بنقول ايه؟ ان جو تو بيحبوا الاس او الاكس. المعظم بياخد اس والاكس في حالات قليله. امتى اكس؟ لما يبقى الحرف الاخير هنا هو حرف اليو. هل انا هنا عندي يو؟ لا، يبقى انا هحط الاس. يبقى جو تو بياخدوا اس. طب والال وال بياخدوا التي او الدي. طب امتى تي وامتى دي؟ قلنا لو الفعل بتاعي عنده في اصلا في حروفه حرف التي هكتبها، لو في حروفه حرف الدي هكتبها. انا هنا فيرب اكرير ولا عنده تي ولا عنده دي، فقلنا ايه؟ ان معظم الافعال بتاخد تي، يبقى هكتب مع الال والال تي. هو انا كاتبه التي في الاول عشان دي الاكتر، كاتبه الاس في الاول عشان دي الاكتر، يبقى انا مع الإيل والال المرة دي هحط التي، لان الفعل ولا عنده تي ولا عنده دي، فالمعظم بياخد تي هديله تي. وقلنا النو بتاخد او ان اس، الفو بتاخد او زد، الى فيك اس الا فيك اس بتاخد او ان تي. بس كان عندنا شرط اللي هو قلنا ان اللازم او مش لازم، هو معظم الافعال بكتب كده حروف الفعل مع ضمائر المفرد وهي مع ضمائر الجمع. بس باجي مع ضمائر الجمع علشان هي جمع، فبتقول لك انا عايزه عدد حروف اكتر، فبنزود هنا حاجه. هنشوف بقى هنزود مع فيرب اكرير حرف الايه. بس هنبدا البدايه بتاعتنا العاديه اللي هي الجي بتاخد حرف الايه؟ الاس. طب والتشو حرف الاس. والايل والال قلنا هنبص ولا لقينا تي ولا لقينا دي، يبقى انا هكتب من نفسي حرف التي. طب وبعدين هعمل ايه دلوقتي مع الجمع؟ قلنا الجمع بيحب ياخد عدد حروف اكتر. طب المرة دي هديه ايه؟ مع فيرب اكرير هدي الضمائر الجمع حرف الفي. هدي مع ضمائر الجمع حرف الفي، يعني قبل ما احط النهايات بتاعتي، هزود في. قبل ما احط النهايات بتاعتي هزود في، وبعدها هحط النهايات بتاعتي عادي جدا. النو بتاخد او ان اس، الفو بتاخد او زد، الى فيك اس الا فيك اس بياخدوا او ان تي. او ان تي. وده كان تصريف فيرب اكرير مع الضمائر في الفرنسي. au revoir يا حلوين.